السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ من آخر وصفة كنا مع بعضينا، يا رب تكونوا جربتوها ويكون عجبكم. النهاردة ان شاء الله وصفة كده سهلة وسريعة وخفيفة، تنفع في وقت الزنقة، وقت المصايف. بس هنعملها النهاردة بتتبيلة حلوة كده جميلة، وبكفر حلو بدون بيض، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. طيب تعالوا بقى نشوف وصفتنا والجمال دوت اتعمل ازاي، ونقول يعني ابسط تتبيلة بس طعمها روعة. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي في وصفتنا. هنا معايا نص كيلو بانيه او الكمية اللي انت عايزاها. تتبيلة معايا بقى هنا ملح وكاري وكركم و بابريكا وفلفل اسمر. والسر هنا بقى في في التتبيله الحلوه الهاديه دي، بس طعمها جامد قوي. انا طبعا مبشرتش بصل، انا هنا حطيت ملح وفلفل وكاري وكركم وبابريكا وخل. والسر هنا في الليمون، عصري بقى كميه ليمون كده محترمه. انا هنا كان عندي 4 ليمونات وسط، عصرتهم. انت عايزه تكتري تخليها 5 مفيش مشكله، بيبقى تدي طعم احلى مع الخل وتنقلك التتبيله بتاعتك في حته تانية. انا ما بشرتش بصل هنا، ولكن ممكن تحطي بصل باودر لو حابه طعم البصل. بس ده التتبيله دي هاديه قوي كده، بس بتدي طعم جميل قوي كمان لما بتبات. هاديه بس تتبيلتها حلوه، هتعجبك. جربي التتبيله دي وهتتعيلي. بصوا بقى بعمل ايه كمان. بجيب طماطمايه وبعصرها كده، بنزل الميه باللحم بتاع الطماطمايه. انت عايزه تبشريها في المبشره عادي مفيش مشكله. وعندي فلفلايه رومي هنا بقطعها. الطماطم مع الفلفل بيدي برضو طعم حلو قوي مع التتبيله دي. بقلب بقى كل الكميه دي وبنزل بالبانيه بتاعي. بنزل بقى قطعه قطعه كده عشان ايه؟ اشربها على قد ما اقدر. لو حطيتها لو نزلتها مره واحده كده القطعه مش هتبقى متشربه قوي. ابتدي بقى انزل كده قطعه قطعه. والبذر ما تقلقوش منه، انتوا لو عايزين تشيلوا البذر بتاع الليمون شيلوه، مش عايزين تشيلوه خلاص عادي مفيش مشكله، ما بيمررش. التمريره بتيجي من قشره الليمون. تمام كده بقى. بحط حبه خل تاني عشان حسيت ان ايه التتبيله ناشفه شويه معايا، فرحت زودت لها حبه خل. انت عايزه تحطي لها ليمونه او ليمونتين تاني ماشي. هنا بقول لكم بقى انا عندي مكرونه مقصوصه اللي هي بتاعت الكشري. اي نوع مكرونه جربيه، بانيه يعني مكرونه الاسم. هنا بقى بعمل الصلصه بتاعه المكرونه. لازم احط لها كميه الثوم الحلوه كده وفلفلتين رومي والطماطم، وبحط لها حبه ميه وبضربها. هنا كده عندي الميه بتاعه السليق المكرونه، بحط لها الميه المغليه. اول ما تغلي بحط لها حبه زيت وزي معلقه زيت كده كبيره والملح بتاعك، وبنزل بالمكرونه بتاعتي واقلبها واسيبها تغلي. وبعد كده بصفيها وبشربها بميه ساقعه واخليها تتصفى خالص. بس هنا بقى ما بحطش اي حاجه، ما بحطش بصل ما بحطش توم، لان انا ضاربه في الصلصه بتاعتي توم، فخلاص توم والفلفل قاموا بالواجب. فهنا بحط حبه زيت. الزيت عندي بيقدح، او مش بيقدح، يبقى سخن قوي يسخن بسيط. واروح ضربه طماطم مصفيها كده عشان القشر. طبعا بحط لها بقى التوابل بتاعتي. بحط لها ايه؟ بحط لها حبه ملح، بحط لها حبه فلفل اسمر، بحط لها اول حاجه سكر طبعا زي ما انتوا شفتوا كده، حبه سكر صغيرين كده على طرف المعلقه عشان تضيع الحموضه بتاعه الصلصه. بحط ملح، بحط فلفل، وبحط بابريكا. البابريكا حلوه قوي وبتدي طعم حلو وبتدي لون برضو حلو للصلصه بتاعتك. بتخليها كده حمرا وحلوه. بقلب بقى كل الكلام دوت يا حبيب قلبي واسيبها تغلي مع بعضيها وتتسبك لغايه ما تطلع السمنه بتاعتها كده من على الوش. هنا بوريكم المكرونه. حطيت طبعا
المكرونة جبت حلة كده وحطيت حبة زيت، أول ما سخنوا نزلت بالمكرونة بتاعتي المسلوقة بتلات شويحتين، ونزلت عليها بالصلصة بتاعتي وبقلبها وبغطيها. هنا البانيه انا طلعته من الخلطة اللي احنا عملناها التتبيلة على طول على البقسماط بدون بيض، وابتديت ان انا اقلي في الزيت على طول، يكون الزيت سخن عشان القشرة بتاعتك ما توقعش. بس عملت حبة سلطة بقى خضراء، انت عايزة بقى تعملي حبة بطاطس محمرين جنب منها اعملي، عايزة جنب بدل السلطة مخلل حطي، دي حاجة بقى ترجعلك. بس السلطة طبعا مفيدة. و دي كانت وصفتي النهاردة. الوصفة دي حلوة وسهلة وسريعة، يضيف يجيلك بسرعة تعمليها، في المصيف تعمليها. بس حلاوتها ان انت تبيتيها في التتبيلة دي كمان، يعني مش تبيتيها، ممكن تخليها من ساعة لساعتين كده، بتبقى حلوة تشرب وطعمها حلو. اهم حاجة نغسل البانيه كويس عشان ما يبقاش زفر، وننقعه بليمون وحبة دقيق كده، اللي احنا بنمسح بيها يعني بنغسل بيها.